ابن نسناس، الشخص الذي لا يفاجئك بشيء لأنك تتوقع منه كل شيء، لكن هذه المرة الأمر مختلف تماما. يقال إنه عثر على قنينة صغيرة زجاجية الشكل، لكن ما بداخلها ليس ماء ولا عطرا، بل سائل أحمر داكن. نعم، إنه الزئبق الأحمر. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أصبح يمتلك أغلى سائل في العالم، سائل تقول عنه الأساطير إنه مفتاح عالم الجن، وإن من يملكه يستطيع التواصل مع كيانات غامضة، وربما السيطرة على كنوز لا تحصى. ثمن الغرام الواحد من الزئبق الأحمر يقدر بمئات الآلاف من الدولارات، وبعضهم يعرض الملايين فقط للحصول عليه. لكن السؤال الحقيقي: كيف وصل ابن نسناس إلى هذه القنينة؟ ومن أين عرف مكانها؟ وهل هو وحده في هذا الأمر؟ أم أن هناك من يوجهه من خلف الستار؟ وما الذي سيفعله بها الآن؟ هل سيبيعها أم سيستخدمها؟ أم أنه بدأ بالفعل رحلة إلى عالم لا نراه ولا ندركه؟ شاركنا رأيك. هل تعتقد أن الزئبق الأحمر حقيقة أم خيال؟ وهل تعتقد أن ابن النسناس فتح بابا لن يغلق بسهولة؟ وفي الأخير، أود أن أذكركم بأن قناة سرد تحبكم من الأعماق.